ايه المرحلة لو اعتبرنا ان ده خط العمر للإنسان؟ ايه اهم مرحلة بتؤثر على حياتك كلها؟ الشباب. المرحلة دي هي المرحلة الأساسية اللي هتخليك تنعم بالجزء ده من حياتك. ربنا عادل جدا، ادى للبني آدم ميزان في حياته، اداله الخير واداله الشر، اداله الحلو واداله الوحش، عدالة السماء. في ناس بتعيش حياتها كلها حلوة، ناس بتعيش حياتها كلها وحشة، ناس بتاخد شفطة من هنا وناس بتاخد شفطة من هنا. ايه القيمة الحقيقية للحياة؟ ان انا اعمل ايه؟ ان وانا باخد المر من حياتي اخده كأنه المخلل على سندوتش الفول والطعمية، وانا باخد الحلو في حياتي استمتع بيه جدا 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 كأني باخد الكراميلا واستمتع بيه. واللي معاك كراك بقى والشفرة بتاعت كل ده، ولئن شكرتم لأزيدنكم. شكرت ربنا على الخير الضاعف، بقى قيمة الأيام الصعبة في حياتك قلت. طب يا ترى تاخد الصعب الأول وتعيش بقية حياتك على السكر، ولا تاخد الدلع والهنا والحلو دلوقتي في المرحلة دي فهتعيش الباقي من السواد هنا؟ تختار تاخد الصعب امتى وقادر على تحمله؟ الصعب الأول. يبقى أنا لازم دلوقتي مش بقى الكومفورت زون واقعد واريح واستمتع بالحياة. لا 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 خالص، ده مش وقت انك تستمتع دلوقتي، ده وقت انك تفرم من نفسك لحد ما توصل لل25 لل30 سنة عشان تلاقي عندك قيمة. ده صاحب ومدير شركة نوكيا وهم خلاص بيبيعوا الشركة وخلاص بيتنازلوا عن كل أسهمهم، قال ايه؟ قال we didn't do anything wrong but somehow we lost. بطريقة ما احنا خسرنا. خسروا ليه؟ عشان ما طورش من نفسه. اللي اتخرج وهو اول دفعته ولا اشطر واحد ما طورش من نفسه بعد كده، اللي وراه عداه. اللي اعتمد على مجموع الثانويه العامه وانه خلاص دخل الجامعه ما بدأش يطور من نفسه، اللي وراه عداه.